احنا بقى النهارده يا جماعه من 3 كوبايات بسكوت هش وحلو وما فيهوش مكونات كتير. طب ما تيجوا نشوف عملناه ازاي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. انا هعمل معاكم النهارده بسكوت ساده بسيط وسهل وجميل جدا. المكونات بتاعته هنشوفها مع بعض. معانا اول حاجه نص كوبايه من السكر، ومعيار الكوبايه دي نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الزيت، ومعانا نص كوبايه من الميه برضه بنفس المعيار، نص كوبايه من الميه، ومعانا كيس فانيليا. عندك فانيليا سايله ماشي، عندك فانيليا زي ما انا بحط كده اكياس، وهضربهم في الخلاط كويس جدا جدا لحد ما اللون يفتح معايا ويبقى ابيض اهوت. شفتوا احنا عايزينه يكون ابيض كده. شفتوا وانا عملت ازاي؟ يعني دنيت اضرب فيه لحد ما خليته ابيض زي ما انتوا شايفين. تقيل يعني، هو تقيل حلوه. طبعا احنا المكون بتاعنا الدقيق برضه هناخد من كوبايه لاتنين او تلاتة على حسب ما احنا هنشوف مع بعض اهوت. ادي اول كوبايه معانا اهو، وتاني كوبايه اهو. معايا معلقه صغيره، معلقه كبيره من ديت نشا، معلقه منها نشا هفضها عليها، ومعلقه كاستر برضو نفس الحكايه كبيره اهو، بس مش معلقه كبيره بقى من المعلقه التانية يا جماعه، معلقه كبيره تكون معلقه شاي بس كبيره شويه. معايا معلقه برضو بتاعت شاي بس ايه صغيره شويه، عندكم بيكنج باودر اهو، ومعايا ربع معلقه من الملح. وهنزل يعني ايه هعجن، بس انا مش هعجنه عشان ما يعملش معايا عرق، انا يا دوبك هلفه كده بس اللي انا اضيع الدقيق اهو. احنا مش عايزينه اللي هو ايه نعجن، مش عايزين عجين. شوفوا انا بعمل ازاي اهو، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا انا لقيته كده هيحتاج دقيق، فهنزل كمان اهوت، هنزل كمان بنص كوبايه بالراحه كده لحد ما اشوف الكميه اللي انا هاخدها. لحد دلوقتي كده كوبايتين ونص من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنضيع بس الدقيق اهو. هننزل بكمان نص كوبايه، وكده يا جماعه انا استخدمت بس نص كوبايه وانا من ورا الكاميرا يعني. فانا دلوقتي دي كده 3 كوبايات معايا من الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده انا ما بعجنش اهو. شوفوا بسم الله، انا بحرك كده بس اللي انا ايه اخد الدقيق بتاعي عشان انا مش عايزه البسكوت ينشف اهو. طول ما هو بيلزق لسه في ايديا جامد قوي كده، يعني هو احنا عايزينه يلزق بس مش للدرجه، احنا مش عايزينه للدرجه. طول ما هو بيلزق في ايديا كده، لا انا هحط دقيق لحد ما يسيب من ايديا. شايفين اهو. وهنزل بكمان نص كوبايه، بس انا هنزل بها بالتدريج، يعني انا هاخد ربع الكوبايه والربع التاني هركنه لما اشوف انا هعوزه هحتاجه ولا لا. هي بتبدأ بقى تلم معايا هي زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. احنا مش عايزين عجين، البسكوت ما بتعجنش يعني العجين اللي هو اللي احنا عارفينه ده، لا اهو. شفت هي بدأت تلم معايا برضه اهي. هاخد كمان شوية من الدقيق اهو يا جماعة. شايفين انا حطيت نص كوباية التانية،
يعني كده احنا استخدمنا 3 كوبايات من الدقيق اهو. طبعا هي العجينه بتاعتي انا مش عايزاها تكون ايه يعني ما بتلزقش قوي، لا انا عايزاها طريه كده اهو. انا هلمها بقى بشويه زيت صغيرين خالص. وهو يا جماعه شفتوا انا هحط بقى شويه زيت هما زي 3 معالق في ايدي بس كده اهو. شوفوا، وزي ما انا قلت لكم انا مش هعجن برضو، زي ما انا قلت لكم في الاول برضو انا ما بعجنش اهو. هنسيب العجينه بتاعتنا ترتاح لها ايه زي 5 دقايق كده بالظبط. العجينه بتاعتي قسمتها نصين، سبتها 10 دقايق كده، من 5 دقايق ل10 دقايق، وهفردها كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنفردها بالقطعه بتاعتنا ديت كده. عايزين السمك بتاعها يكون رفيع وحلو اهو. اهي مش عايزه البسكوته بتاعتي تكون تخينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك بقى بالقطعه بتاعتنا بتاعت البيتزا اهي. هنشيل الحاجات الزايده، اي حاجه زايده هنحشها وهنلمها تاني ونعملها اهو. يعني الحاجات ديت الزوايد بتاعتنا دي هنشيلها اهي وهنلمها تاني ونعملها. هنجيب بقى حاجه اهي، شفتوا شايفين؟ يعني انا عايزه السمك بتاعها كده اهو، وكده كمان هيبقى تخين. يعني انا هقلل اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. انا هحوش دي وهاخد من دي حته عشان مش عايزاها تكون يعني ايه كبيره اهو. هنمسك بقى كده اهوت زي ما انت شايف اهو. هناخد الحتت الزياده ديت وهنشيلها اهو. وهنجيب بقى شوكه او خله او اي حاجه موجوده عندك، وايه هتغرزي كده اهو، بس مش هتنزلي تخرمي للاخر اهو. يعني ما تخرمهاش تكون للاخر اهوت. هي عمايلها سهلة وكل حاجة سهلة، بس كمان في الأول مرة يعني، فبتبقى ايه محتاجة مثلا تركيز أو وقت كده اهو. غمسي بقى الشاي الصبح في أي وقت البسكوت متاح يعني اهوت. هي اللي أنا هسوي فيها وحطيت فيها شوية مية صغيرين من تحت، وحطيت ورقة زبدة فيها فرشتها فيها وشوية زيت صغيرين ودهنتها كده اهو زي ما انتوا شايفين بدهن قصادكم. وهنقل البسكوت بتاعي بسم الله وهحطه فيها وهسوي على درجة حرارة 170. الفرن بتاعي هيبقى مستوي على درجة حرارة 170 بس كده. وهنخلص بقى بقية الكمية ونرجع لكم. اهو يا جماعة اللي احنا عملناه معاكم، شفتوا خفيف وهش وجميل وقرمش ازاي وطعمه حلو قوي.
وبينفع للشاي الصبح، ويعني حاجات حلوة بدل ما نشتريه من بره. ادي احنا عملناه ب3 كوبايات دقيق اهوت، عملنا الحاجات الحلوة ديت. وادي الفيديو بتاع النهاردة. متشكرة جدا للأستاذ محمد علي في التعليق. ازاي حضرتك انت؟ يعني من زمان كده غبت علينا، يا رب تكوني بخير كده وبصحة. دايما على طول عايزة ابقى على بالك وتبعت لي، ببقى سعيدة جدا لما تبعتوا لي التعليقات. متشكرة لتوتو، متشكرة ليكي جدا، ومتشكرة يا أستاذة مروة للتعليق، ومتشكرة لوصفة وأكلة مع نانو، متشكرة ليكي جدا جدا. والأستاذة يقيني في الله، متشكرة لكم جدا جدا. واكله وصفه مع ام زياد، متشكره لكم جدا جدا. يا رب ما يحرمني منكم واشوفكم دايما، يعني ابقى سعيده جدا دايما وانتوا فاكريني كده وعلى بالكم، واكون عند حسن ظنكم. وادي الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.